حصل ده؟ قطعا لا. ينفع كده؟ طبعا لا. يعني اللي حصل ده منطقي؟ لا. امال في ايه يا اخوان؟ الماتش النهارده كان وحش، كان اداؤه والله ما عارف اقول ايه. يعني كنا متماسكين في اول الماتش لحد ما جه فينا الجول اللي هو يعني عبث ما يكون الصراحه، وبعديها الدنيا باظت على الاخر. تريزيجيه مش باين له نور. زيزو سايب الرايت وينج. محمد هاني بيعمل عوايده والدفاع فاضي. الدفاع ده بقى عاوزين، انا اتمنى ان صوتي يوصل لكابتن محمود الخطيب، وان احنا فعلا في مشكله. احنا فعلا محتاجين مدافعين باكسبيرينس كويسه، مميزاتهم اكتر من عيوبهم، عكس اشرف داري. اشرف داري كويس بس اصاباته مانعه ان هو يتالق. فاحنا محتاجين مدافعين. وريبيرو انا مش فاهم له حاجه. يعني انت ازاي تلعب باتنين ليفت وينج في تشكيله واحده وحضرتك عارف ان هما الاتنين لعيبه شوط واحد؟ يعني انت ممكن تبدا تريزيجيه كاساسي واشرف بن شرقي سوبر سب او العكس. يعني انت كان عندك حلول. والشناوي يعني طبعا انا بعزيه، بس استدعائه في الماتش ده وماتش المحله مش منطقي بربع جنيه. يعني الماتشين دول كانهم بيقولوا لنا يعني ان هما بيدفنوا بوشوبير ويحطوه دكه لا اكتر ولا اقل. يعني نو كومنت على اللي حصل، وده يعني حاجه بسيطه قبل ما نبدا وبس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على في قناه حكايات النوس. والنهارده انطباع عن الاهلي وبيراميدز، وعكت اول موسم ملهاش اي ستين لازمه. يلا بينا. ماتش عادي جدا، ما له يعني عيوب بالهبل. يعني انت كنا كويسين اول الماتش لحد ما جه الجون وابتدينا نعبس زي ما انا قلت في الاول. والدفاع نو كومنت عليه. وشوبير انا مش فاهم ليه ان ريبيرو دفنه. مش فاهم ليه ريبيرو دفنه والشناوي اللي باباه متوفي بقالوش اسبوع يلعب ماتشين ليه؟ يعني ده في حد ذاته مش منطقي بربع جنيه. يعني برضه يعني مفيش اي احترام للشناوي. ماشي انا عارف ان هو الحارس الاساسي وان هو لازم يبقى موجود وكده يعني، بس ظهر يعني حصل له ظروف، بابا توفى، فاحنا نستخدمه غصب عننا ليه؟ هو روبوت؟ لا مؤاخذة، يعني هو روبوت؟ لا، انسان زينا كلنا مش فاهم فيه ايه. طبعا ده في حتة شناوي. بعدين بقى في الدفاع، والدفاع كارثة بكل مقاييس. الدفاع كان كارثة. الجول التاني كان سببه الدفاع. محتاجين رايت باك مكان محمد هاني، محتاجين سنتر باكس يعوضوا ياسر ابراهيم ورامي ربيعة وعبد المنعم. وانا عارف ان بدري قوي ان احنا نحكم على عطية الله. مش هيعرف يسد مكان علي معلول. معلش مع كامل احترامي، بس اي نعم لسه بدري على الموضوع ده، بس علي معلول on another level، بجد on another level. وهو اللي ساهم في بطولات كتيرة جدا طبعا. وحتة الهجوم ماشي، تريزيجيه وزيزو ماشي كانوا كويسين وكل حاجة، بس تريزيجيه زي ما انا قلت في اول الفيديو ان هو لاعب شوط واحد فقط لا غير. لاعب شوط واحد، يعني زي ما انا قلت تقدر تحطه كأساسي وتخلي اشرف بن شرقي هو البديل وتبدل ما بين الشوطين او العكس.
مش يا ريبيرو تروح تحط لي تريزيجيه وبن شرقي في تشكيله واحده، وده في ناحيه وده في ناحيه، وتخفي وجود الار دبليو اف نهائي. يعني مش منطقي بربع جنيه. يعني نو كومنت برضو على هذه المهزلة. وعمرو أديب عامل فرح وانا متأكد ان في تحفيل جامد قوي في السكة وعلى خلاص على الابواب. وبالنسبة بقى لحتة الجماهير ديت، يعني هنتكلم من ناحية واحدة بس وفي حتة واحدة بس. التراس اهلاوي ده يعتبر تاني ظهور ليه على التوالي بعد ظهوره الاولاني في ماتش المحلة، واللي هو في حد ذاته اول ظهور رسمي لالتراس اهلاوي في مصر بعد حرق البانر في 2018. محتاجين دفاع، محتاجين كيمستري اكتر ما بين اللعيبه وخصوصا المهاجمين. وبالرمضان يعني محتاجين يبقى في ناس يعني على الاقل قريبين من الليفل بتاعه، علشان انا شفت ان الرقابه عليه في اخر كام ماتش كان شديد، علشان لاحظوا خطورته من ماتش بورتو. يعني الراجل جاب جول يعني ار2، يعني ذهلت الصراحة وقتها. يعني هو في كأس العالم للأندية سنين مجنح، وعشان كده بدأوا يراقبوا ويعملوا الكلام ده كله. وبس هذا كان الفيديو. أما بالنسبة للفيديو اللي أنا عمال ألمعه على التيك توك ده، هحاول يعني إن شاء الله هشتغل عليه من بكرة. وبس كده، ما تنسوش اللايك سبسكرايب والتيك توك فولو، بالله عليك فولو. يعني انا مش بشحت والله، انا مش بشحت بالجيتار، بس انا بالله عليك بالله عليك. وبس كده، واشوفكم فيديو جديد، وسلام، وخلصت الحكاية.